بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الخير على اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من خلال قناتي على اليوتيوب، وكمان تابعوني على صفحتي على الفيسبوك. مبروك للنادي الاهلي، ده اول موضوع هنتكلم فيه، وعندنا موضوع تاني مرتضى منصور وماتش السوبر. دول الموضوعين اللي هنتكلم فيهم النهارده. طبعا مبروك للنادي الاهلي ان هو حقق المراد، يعني حقق النتيجه، افضل نتيجه بالنسبه له ان هو طلع متعادل امبارح. طبعا لو كان فاز كان يبقى احسن يعني، بس كولر دخل المباراه ديت وهو حاطط في دماغه انه في هدفين. وصل الموضوع دوت للعيبه، فاللعيبه ابتدت تنفذ التكتيك، ان هو لعب مباراه تكتيكيه دفاعيه بحته يعني. طلعت بعض الاراء وطلع بعض الناس من جماهير النادي الاهلي، والاراء بتقول ان هم يعني الاداء مش هو ده المرغوب فيه. انت بتلعب وداخل على نصف نهائي، لازم الفرقه التانيه تشوف الاهلي بيلعب ازاي وطريقته وتفكيره، وتكون الكره هجوميه، والكره اساسا اللي بيحبها كل الناس طبعا، وانا منهم اكيد. الكره الهجوميه بالنسبه للنادي الاهلي يعني. طبعا الاسباب اللي هو خليته انه يلعب بالطريقه ديت، خلاص انت يعني انت لما تلعب في القاهره وتكسب 2-0، فانت بالتالي المفروض تروح تلعب هناك وانت على بالاريحيه او على اريحيه، بمعنى انك مش مستعجل، انك مش مضغوط. هم المضغوطين بجماهيرهم، هم اللي مستعجلين، هم اللي هينزلوا يضغطوا. وفعلا ده اللي حصل، انهم نازلين ضاغطين، نازلين متحفزين. فابتدى كولر يبتدي يلعب على حته ان هو لا اهدوا، قفل الملعب. طبعا رجع بيرسي تاو وحسين الشحات، قفلوا في خط النص شويه، فبالتالي انت ما شفتش النادي الاهلي بطريقه هجومه او طريقه اللعب المحببه للجماهير النادي الاهلي يعني. وده اللي كان مطلوب منه، وحقق الهدف اللي هو عايزه يعني. وطبعا كولر في الفتره اللي فاتت كل مدى كل ما بيكتسب خبره في افريقيا، ان هو وصل لمرحله من بعد مباراه اللي تعادل معاه مع سان داونز وراح هناك اتغلبنا للاسف يعني. فهو كان بالنسبه له ده درس كبير قوي يعني، ان هو وصل لمرحله ان هو لا خلاص انا كسبان 2-0، انا مستريح. لا طب تعالى بقى نلعب الناس ديت مع الجمهور مع الضغط. فادى الى انك لعبت مباراه، خدت اللي انت عايزه منها، وهو ده اللي مطلوب منه. طبعا ارجع للحكم. الحكم ده اساسا انا مش عارف ضربه الجزاء دي حسبها ازاي يعني على النادي الاهلي. ولو كانت دخلت ضربه الجزاء ديت، كانت الموضوع كان هيبقى في تفكير تاني من كولر، وكان ساعتها بقى هم هاجموا واحنا كنا ممكن نهاجم، وكان الماتش ممكن يتفتح اكتر من كده. بس الحمد لله ان ضربه الجزاء دي اتصدت او دخلت في العارضه طبعا. بس فده بالنسبه للاهلي. طبعا احنا طبعا هنخرج من المباراه ديت كده وتاهلنا، وهنلعب الترجي التونسي. الترجي التونسي عندنا مباراتين، مباراه هتبقى في رادس والثانيه هتبقى في القاهره. طبعا في رادس احنا لسه لغايه دلوقتي من بعد الاحداث اللي حصلت امبارح ما بين شبيبه القبائل والترجي، الاحداث المؤسفه اللي احنا مش حابين نشوفها تاني في ملاعبنا الافريقيه او العربيه. فممكن تبقى في عقوبات على نادي الترجي، وان هو يتحرم من جمهوره يعني. طبعا الاحداث دي هنشوفها في الفتره الجايه. غير كده كمان في الحلقات الجايه ان شاء الله هنبتدي ندرس ونشوف الاحصائيات بتاعه الترجي ومشواره في افريقيا لغايه ما وصل النصف قبل النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا. وطبعا احنا خلصنا المباراه ديت وداخلين على مباراه السوبر، وده قدر النادي الاهلي. قدر النادي الاهلي ان هو بيطلع من بطوله يخش في بطوله، من مباراه مهمه لمباراه اهم. غير باقي الانديه طبعا مستريحين في اريحيه، مش فارق معاه اي بطوله. فانت مضغوط الفتره ديت طبعا، واحنا قلبنا مع اللعيبه. اللعيبه مضغوطه مضغوطه مضغوطه، وعندنا ماتش السوبر مع الزمالك، وطبعا هو ماتش مهم. كل الماتشات مهمة بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للاعيبة وبالنسبة لرئيس مجلس الإدارة والجمهور. فهي المباراة هتكون يوم 5/5 في أبو ظبي يعني. وطلع علينا طبعا مرتضى منصور بإفيه من إفيهاته، بيقول لمدحت شلبي، بيقول له أنا مش قطة يا كوتش. طبعا مرتضى منصور في حالة لعب الكهرباء في السوبر سوف تكون الزمالك والجمهور مش طايقين كهربا، بمعنى ان هو بيحرض لعيبه الزمالك وبيحرض الجمهور الزمالك على كهربا، وده تحريض واضح
من مرتضى منصور ضد كهربا. يعني هو بيسخن لعيبه الزمالك، يقول لك ازاي واحد يبقى شاتمني وانزل العب معاه، لا احنا مش هنبقى طايقينه، واحنا والجمهور مش طايقه، وعمال يحرض جماهير نادي الزمالك وعمال يحرض لعيبه نادي الزمالك ضد كهربا. وبالطريقه ديت عمال يهدد، يقول لك انت ايه، فاكرين ماتش السوبر اللي فات وعايزين نفس المشاكل دي تحصل تاني ويبقى شكلنا مش عارف عامل ازاي بره، انا مش هلعب لو لعب كهربا. طبعا ودخل الشناوي في الخط شويه يعني، بس انت زي ما انتوا عارفين مرتضى منصور لوك كتير وفس مفيش اي حاجه يعني. فبالتالي انا بقول لك السوبر هيتلعب وانت مش هتنسحب وكهربا هيلعب، ودي انت بتعمل الموضوع دوت او عامل هالة على الموضوع دوت عشان تغطي على موضوع عزلك يعني. وهو لجنة انضباط عشان تاخد قرار في ايقاف كهربا او عقوبة على كهربا بالفلوس وال 12 مباراة خدت 3 شهور. انت مستني من لجنة التظلمات انها تبث في القرار او تنظر للقرار بعد فترة ال10 ايام اللي هم محددينها، بحيث ان لو في اي حد تاني في اي حد منهم يعني عايز يزود حاجة في التظلم اللي هو مقدمه، فمدين فترة ال10 ايام دي. فانت مصمم وبتضغط على عادل الشرباجي ان هو يبث في القرار دوت، مع ان انت ما اتكلمتش في ال3 شهور دولت وجاي تتكلم دلوقتي في ال10 ايام دولت عشان خاطر مباراة السوبر. وما ترجعش تقول ان انت او بعض الزملكاويه وانت يعني منهم زي ميدو وزي خالد الغندور وزي واحد تاني كده مش عارف اسمه الطيب باين، هو اساسا ما حدش يعرفه يعني، يقول لك انا مش هشجع الزمالك تاني لو راح السوبر. ما علينا، ده كده على جنب دلوقتي لتاتا يعني. فانت دلوقتي بتضغط على لجنه التظلمات بانها ترجع للموقف او تحدد نتيجه التظلم دوت في خلال ال 48 ساعه اللي جايين. انت مستني ايه؟ لجنه التظلمات مش هتبث في الموضوع ده الا كمان 4 شهور 3 شهور، وده من حقها وده من حقهم ان هم يبثوا في الموضوع براحتهم. انت مشكلتك فين؟ انت عندك ماتش عايز تلعبه العبه، مش عايز تلعبه يا اخي ريح بقى على جنب بقى، مش لازم الدوشه اللي انت عاملها كل يوم ديت. فيا ريت ترحمنا يعني. في رساله صغيره كده عايز اوصلها للامن والداخليه يعني. الرحمه بجماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي جماهير كوره. الفتره اللي فاتت جماهير النادي الاهلي دخلت المدرج علشان نرجع للمدرج تاني، وان الاهلي محتاج جماهيره. طبعا احنا شفنا ضرب النار اللي كان في الماتش بتاع امبارح ما بين الاهلي وما بين الرجاء والمفرقعات والشماريخ. جماهير الاهلي مسالم، جماهير الاهلي داخل عشان يشجع. فالرجاء الرحمه على اولادنا والشباب اللي انتوا عاملين معاهم مشكله كبيره دلوقتي ومستقبلهم، فيا ريت تبص بنظره الاب والرحمه للجماهير ديت او للشباب ديت يعني. وزي ما انتوا شايفين افريقيا كلها بتولع شماريخ وبتضرب نار وبتولع في استادات، طبعا احنا فين من الكلام ده خالص؟ الشباب داخله بتشجع لا اكتر ولا اقل. فالرجاء يعني الرحمه يعني. ومع نهايه الخبر دوت والرجاء لوزاره الداخليه والامن تكون نهايه حلقتنا، وان شاء الله هتكون في حلقات تانية جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.